والله يا رجال يا شباب يلعبوا خارج ارضهم، والاتحاد الدولي حاطط نقرهم وكل شيء ضدهم، وبالتالي يلعبون، وبالتالي يمارسون حرية كرة القدم، يمارسون لعبة السلام، ولكن حتى الآن يبحث عنها بالتعادل. المنتخب العراقي الذي فرحنا به في بطولة كأس آسيا سنشعل من نيران المدن شموعا لكم. هنا ستشاهدون النجوم، هناك أيضا ستشاهدون نجوم من وطن توقظه الطائرات، من شموس تعانقه دجلة والفرات. سنفرح هذه المرة، سنبتسم رغم التأخر، فإن إحساسي يقول بأن التعادل قادم والتقدم قادم. فعلا التقدم سيكون قادم في أي لحظة من اللحظات، ولكن علينا الصبر في قادم الدقائق، لأن المنتخب العراقي هو صاحب روح قتالية عالية جدا وجدا وجدا فعلا. فإن لم أكن أشجع العراق في هذه المباراة فمن سأشجع؟ وإن كان حبي للعراق جريمة فاعتبروني أول مجرم. تصل المحاولة رغم الخسارة، لن أبكي أبدا، لأنهم أسود، لأنهم قهروا كل الظروف، لعبوا خارج أرضهم، لعبوا خارج بغداد. وأنا قلتها في شوط المباراة الثانية: يا رجال بغداد عذرا ليس يسترني إن قلت فيكم قصيدا مطرف الشجني. ارمتوب خلاص، المنتخب العراقي تغلب على كل الظروف، قهر كل الظروف، وبالرغم من ذلك فإنه قدم المستحيل، قدم المأمول. إذا سيداتي آنساتي سادتي، عشاق المنتخب العراقي الجميل، عشاق المنتخب العراقي، عشاق الأسود الرافدة، المنتخب العراقي هو اللي لعب، هو اللي تعب، هو اللي يستحق الكاس، بس الإمارات باي شانس. يعني واحد من الجمهور ينزل يقعد يفتر بالملعب يضيع وقت، لعاب الاماراتيين يطلعون الكره برا. ليش؟ والله حرام، اللعبه كلها حلوه الا التخريب هذا ما حد يرضى عليه. والله حرام. دقيقه العراق لعبوا عدل، العراق ما قصروا، لكن التخريب هذا حرام ينهي المباراه قبل بدقيقه. ليش ما اعطونا وقت اضافي؟ ليش يضيعون بالمباراه وما يعطون وقت اضافي؟ ليش؟ مو حرام؟ أكيد منتظرين الفرحة، أكيد كنا منتظرين الفرحة، إحنا بحاجة للفرحة. أسألك بذمتك، نزلوا جمهور صوت زمن ما نزلوا؟ جمهور نزلوا الساحة وما نزلوا، والإضافي دقيقة 29 نهي، والإضافي وش نهى المباراة. الجمهور الإماراتي نزل للملعب. حبيبي الفريق لعب كل الزين، أحلى لعبة ولعبوا أحسن من الإمارات بهواية، بس الحكم كان عنده هواي قرارات غلط. وش أخطأ الحكم فيها؟ بالعكس من أفضل لا والله ما سيطر على المباراة طلعت من ايده. والله كان المنتخب العراقي أفضل، كان المنتخب العراقي أجمل، كان المنتخب العراقي بقمة عطائه، ولكن المنتخب العراقي أضاع أكثر من فرصة محققة، أضاع أكثر من إنجاز محقق. شكرا على زمن البكاء ومواسم السهر الطويل، شكرا على الفرح الجميل، شكرا على هذه الخسارة لأنها خسارة بطعم الشرف. ومن هذه هي كرة القدم، أحيانا تفرحك عزيزي المشاهد، وأحيانا أخرى تجعلك حزين، تفاجئك دوما بتقلباتها المجنونة، تسعدك للحظات ويصيبك الإحباط في لحظات أخرى. مجنونة كرة القدم، شوق